السلام عليكم أصدقائي، كيف صحتكم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية. بدي أحكي بشكل سريع بس عن موضوع عثمان ديمبلي وبرشلونة. حسب آخر الأخبار وحسب التأكيدات من كبار الصحفيين إنه خلص ديمبلي أعطى الضوء الأخضر لباريس سان جيرمان بكسر العقد، وإنه ينتقل على باريس سان جيرمان وإنه يترك برشلونة. للأمانة بالنسبة لي شخصيا من أسوأ الصفقات يلي مرت بتاريخ برشلونة، وديمبلي نفسه من أسوأ اللاعبين يلي مروا بكرة القدم. أحيانا يا جماعة موهبتك ما بتكفي إنك تكون لاعب عظيم بكرة القدم. الانضباط، حب النادي، الوفاء بالنادي، الالتزام شيء مهم جدا. وعثمان ديمبلي للأسف فاقد الأربعة اللي أنا حكيتهم. ما عنده انضباط، ما عنده التزام، ما عنده انتماء للنادي، وببيع النادي بأي لحظة. شفنا اللي عمله مع دورتموند لما بطل يروح التدريبات ولما تنمرد عليهم، وكالمثل عمل الآن مع برشلونة. للأمانة برشلونة اللي عمله مع ديمبلي ما في أي نادي توقع يعمله، ما في أي نادي توقع يعمله. شفنا ريال مدريد مع هازار، أول ما هازار مستواه تراجع وكثرت إصاباته قعدوه دكة، أجبروه إنه يطلع. خلص انسى، ما في كرة قدم عندنا لإلك. ولكن برشلونة صبرت على عثمان ديمبلي، صبرت على إصاباته، صبرت على قلة التزامه، ولكن ديمبلي آخر شيء بيقول لهم باي باي. شيء غريب جدا اللي عمله عثمان ديمبلي. للأمانة ما كنت متوقع إنه يخرج، كرامة للنادي اللي احتواك واللي يوقف معك بأصعب اللحظات. شيء غريب جدا. وصدقوني عثمان ديمبلي باريس سان جيرمان ما راح يزبطوا ابدا. وشكرا. لا تنسوا الاشتراك بالقناه حبايبي، راح يكون في فيديوهات نتكلم فيها عن كرة القدم الايام القادمة كثيرة جدا ان شاء الله تعالى. شكرا لكم.